ده ممكن يخلي الاهلي يبقى معسكره اكثر نجاح. لكن كمان في اشاره انه من الممكن، وانا قلت لكم من كام يوم انه صلاح محسن في حاله تعاقد الاهلي مع مهاجم اجنبي هتبقى القصه صعبه شويه، لكنه في حاله عدم التعاقد ولم يحدث حتى هذه اللحظه لحد ما انا بكلمكم لم يحدث تعاقد معاه حتى اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي. فصلاح محسن قالوا له تروح عشان تاخد التاشيره. طب ليه الاداري ما يروحش؟ لانه هو نظام السفارات الاجنبيه لازم تكون في مقابله شخصيه. هنشوف ايه اللي هيحصل. عموما ان شاء الله للجميع بنتمنى التوفيق. الخبر ده يعني بنسبه كبيره جدا اعتقد انه صحيح. عدد كبير جدا من الانديه سواء داخليا او خارجيا بيتنافسوا للحصول على خدمات احمد قندوسي. انا شخصيا لما اسالني على قندوسي اقول لك انا من اللعيبه اللي عجباني، عشان حضراتكم تبقوا عارفين السنه الاولى دايما في الاحتراف يا جماعه بتبقى صعبه شويه على ما اللعيب يتاقلم، على ما ياخد الوضع. وادي لك يعني نماذج مثلا في الاهلي فيليكس، في الاهلي فلافيو وغيرهم من اللاعبين خدوا وقت شويه على ما تأقلموا. حتى علي معلول لما بدأ ما خدش الوقت ده، بس لما بدأ شويه كان بيلعب هاف ليفت، شويه كان بيلعب باك ليفت، لحد ما بقى نجم الاهلي الاول بلا منازع. فقندوسي انا وجهة نظري الشخصيه في حاله بقاء النادي الاهلي هيبقى قد السنه دي 5 6 10 مرات، يعني خاصه لعيب مقاتل مراوغ صاحب هدف الفوز في مباراه الاهلي والمصري في ربع نهائي كاس مصر. لكنه الوداد المغربي، الكويتي، سيراميكا كيلوباترا، وحط تحت سيراميكا كيلوباترا 100 خط. سيراميكا كيلوباترا راغبين بشده لانهم بيتمتعوا بعلاقه ممتازه مع النادي الاهلي، وفي توافق كبير جدا ما بين الاثنين، ما بين سيراميكا وما بين النادي الاهلي. والاهلي منفتح على فكره التعاون مع نادي سيراميكا، خاصه انه بطل كاس الرابطه. الاهلي عامل شغل كويس جدا مع نادي زد، وعمل السنه اللي فاتت مع فيوتشر، والسنه دي برضو سيراميكا داخل وعدد كبير جدا من الانديه. شوفوا محمد شكري الدنيا ماشيه معاه ازاي، هيرجع الاهلي ولا هيكمل مع سيراميكا؟ لكن حتى اللحظه اللي انا بكلمكم فيها مفيش اي اخبار ان الاهلي طلب محمد شكري. في كل الاحوال وجهه نظري انه يستحق فرصه في الاهلي. خبر برضو بخصوص عمار حمدي لاعب النادي الاهلي. عمار حمدي برضو من اللعيبه اللي انا معجب بيهم جدا، والولد ده مع المنتخب الاولمبي تالق، ولما راح اعاره اتحاد سكندري تالق، وفتره مع النادي الاهلي. عنده سوء حظ في اصابات جات له في وقت صعب، في مدربين حصل عدم توافق بينه وبينهم، لكن النادي الاهلي قرر اعارته لانه مارسيل كولر خلاص حدد قائمته، عمار حمدي مش موجود فيها. يعني لجنه التخطيط قالت لا ده ما يمشيش ابدا بلا مقابل، يعني خلاص هيخرج معار. عنده العروض، هو اعتذر لنادي سموحه، وفي نادي الاتحاد السكندري ما كملش مع الاتحاد، مع انه المره الاولانيه عمل شغل كويس جدا وشغل محترم جدا، وظروفه بتقول انه لازم يبقى بالقاهره. هو دلوقتي عنده 3 عروض وهيبقى 4. عنده المقاولين العرب، عنده سيراميكا، عنده زد، لكن دخل كمان اعتقد نادي فيوتشر دخل في الحسبه بتاعه عمار. معرفش هذا الكلام، لكنه انا بقول لكم معلومه، هو يعني مرحب ميال للمقاولين، لانه كابتن شوقي غريب هو اللي كان مسؤول قبل كده في نادي في المنتخب الاولمبي. انبهار شوبير بعد لما الخطيب فقد 2 من احسن واهم اللعيبه في النادي الاهلي. افتحوا الفيديو اتفرجوا وشيروا الفيديو، واتمنى اصحابي تعملوا لايكات ومتابعه القناه. سلام.